السلام عليكم. هعمل معاكم في الفيديو النهاردة فطاير بالبلح الاسود، وده الموسم بتاعه. فطاير جميلة جدا جدا. ممكن في حشوات كتيرة بدل البلح في الفطاير ديت، بس انا عملتها معاكم النهاردة بالبلح علشان تنفع للاولاد في اللانش بوكس، تديلهم طاقة وهم في المدرسة، وتنفع في الفطار وتنفع في العشاء. بس يا ريت قبل ما نشوف عملنا الفطاير دي ازاي، يا ريت فضلا وليس امرا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله في قناتي. ويلا مع بعض يا حبايبي نشوف احنا عملنا الفطاير دي ازاي. يلا مع بعض. معايا حوالي كيلو الا ربع من الدقيق. هنزل عليه بكيس من الخميرة الفورية أو ما يعادل معلقة كبيرة مليانة، ورشة ملح ورشة سكر. المكونات بسيطة وموجودة في البيت زي ما هنشوف مع بعض حالا. معايا كوباية إلا ربع من المادة الدهنية، أنا حاطة فيها معلقة كبيرة حلوة من الزبدة وخلطاها مع الزيت، وهبدأ أنزل على الدقيق شوية شوية. كل ربع كيلو من الدقيق ربع كوباية من المادة الدهنية، اللي هي كوباية الشاي العادية الصغيرة. هخلط الدقيق بالمادة الدهنية بتاعتي زي ما قلتلك. أنا خلطة زيت عباد شمس مع زبدة صفرة. خلطت الدقيق كويس بالمادة الدهنية بتاعتي، بقى شكله عامل زي الرملة في ايدي، مخرز بالطريقة ديت. وهنزل بالمية الدافية شوية شوية لغاية معجن العجينة بتاعتي، واوصل للقوام اللي هنشوفه مع بعض. يكون قوام العجينة طري وحلو كده في ايديا. هنزل بالمية زي ما قلت لكم شوية شوية كده لغاية ما اعجنه كويس. عجنت العجينة هيت. الطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا، وبتتعامل بسرعة للأولاد. يعني ممكن تقومي في مسافة يعني ساعة، ساعة إلا ربع بكتيره هتكون جاهزة قدام أولادك. عجنتها اهوت، وهبدأ أشكلها تشكيل ما بياخدش أي مجهود، بسرعة جدا. هتبدأي تعمليها على شكل كور قد كرة البنج بنج الصغيرة زي ما احنا شايفين. احنا ما سيبناهاش تخمر ولا اي حاجة، هنشكلها مع بعض. شكلت معاكم الكمية كلها. لما هبدأ اجي اعملها، هبدأ اخد اول كورة انا عملتها واخدها كده لحد ما بالترتيب لغاية ما اشكل او اعمل الكمية كلها. مجرد ان انا هضغط عليها بايدي، وانا هنا مشوحة البلح الاسمر بتاعي بمعلقة من الزبدة. بلح جميل جدا لما هتحطيه في الفطاير لاولادك. وهشكله زي ما احنا شايفين. همسك الشوكة واضغط عليها علشان ما تفتحش مني وانا بقليها. ممكن زي ما قلتلك بديل البلح اي نوع من انواع الحشوات اللي اولادك بيحبوها. هتحشيها اي حشوة بتفضليها. حتى ممكن تعمليه صنف حادق وتحشيها بالجبن او تحشيها باللحمة المعصجة زي ما تحبي. هبدأ اشكل زي ما احنا شايفين الكمية كلها مع بعض.
زي ما قلتلك الحشوات او الحشوة بتاعتها زي ما تحبي. انا فضلت بس البلح الاسمر علشان في اللانش بوكس بيبقى حلو جدا للاولاد. وعملت مع بعض معاك اهو، عملت الكمية كلها، ما خدتش مني لا مجهود ولا وقت، وحاجة حلوة ونضيفة بتقدميها لأولادك هتعجبهم جدا. طريقتها بسيطة وسهلة اهي. هنروح مع بعض على البوتاجاز ونقليها، ما بتاخدش بردك زيت كتير. هناخد اول واحدة احنا عملناها، وعلى ما نوصل لاخر واحدة هتكون خدت القدر الكافي من التريح عشان تدي نفشة ومسام واحنا بناكلها. بصوا الزيت سخن وانا موطية البوتاجاز تماما علشان تستوي كويس. اول ما تاخد اللون الذهبي الجميل هبدأ ان انا اقلبها معاكم. خدت لون ذهبي، شايفين جميل ازاي؟ معايا هنا بعد ما اشيله من الزيت فيه سيرب بارد، ابدا انزل فيه وما سيبهوش في السيرب نهائي عشان ما يبشنش معايا. ممكن الخطوه ديت ممكن في غنى عنها لو هنعمل الفطاير صنف حادق. هفتحه معاكم وهنشوفه مع بعض من جوه، نافشه وجميله ومرمله بتدوب في بقك وانت بتاكليها. من الفطاير اللذيذه جدا الممتازه. يا ريت تدعميني باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بنزله في قناتي. مع الف سلامه يا حبايبي، مع الف سلامه. السلام عليكم.